هل هذا يتم استخدامه في غير مرحلة قائم وغير موجود ولم يستخدم. لكن لما بيحصل إقصاء لطرف، يعني مثلا هدي حضرتك مثال. فضل. أحد المصانع، الكلام القصة دي بقى لها 20-30 سنة، أحد المصانع الكبيرة اللي مشهورة في مجال إنتاج المواد الغذائية لما يكتب كده على باب مصنعه: نعتذر عن تعيين المسيحيين. بس العبارة ده، والراجل كاتبها بطريقة بصيغة مهذبة. مصنع كبير يعمل فيه آلاف، والمصنع موجود في بلد فيها آلاف من المسيحيين. كيف تفسر هذا الموقف؟ هو موقف طائفي بالتأكيد، ولكن بيظل السؤال. أنا بدي حضرتك مجرد مثال. فلما بيحصل إقصاء للطرف الآخر، وده شاهدناه في فترات كتيرة بعد ثورة 52 لأسباب متعددة، فتكون النتيجة إيه؟ ولازم الكنيسة، يعني افرض في نادي في مكان علشان يستقبل الولاد أو يلعبوا أو النادي ده قفل بابه في وش المسيحيين، ماذا تكون النتيجة؟ الكنيسة في أحد مفاهيمها أنها أم، والأم تلبي احتياجات أبنائها. هل تعتقد أو ألا تعتقد أن الطرح بهذا الشكل، لن أقول أنه يتناقض مع مفهوم المواطنة، ولكنه يمكن أن يتراجع في حالة تأصيل مفهوم المواطنة في المجتمع؟ أولا، مفهوم المواطنة لم يكن واضحا فيما سبق، لم يكن واضحا. في أماكن كثيرة أهمل تحية الصباح في الطابور في المدرسة. صحيح. طب أين هو مفهوم المواطنة؟ فين هو؟ الإحساس اللي ممكن يتسرب لقطاع من المصريين إنهم درجة تانية. التفاوت اللي ممكن يحصل عندما تطلب حضرتك دور عبادة وأنا أطلب دور عبادة. التفاوت الذي يحدث في هذا، هل تسميه مواطنة؟ وقيس على هذا أمثلة جديدة. أنا مش عايز أتكلم فيه. لا أكيد، لا أكيد. أنا بس هنا بناقش فكرة إن هل يمكن لدور الكنيسة في هسميها التفاعل السياسي، أو كما أسميتها كلمة سياسة. أيوة. بره الكنيسة. ولكنه يعني من ماري مرقس الأسس الكنيسة لغاية النهاردة أنا البطريرك رقم 118. فات على تاريخ الكنيسة في 20 قرن بطاركة. لم نعرف السياسة، لم نتعلم السياسة، لم نمارس السياسة خالص، لأنها خارج عن المفهوم. لكن مواطنة لازم أمارس المواطنة. هل يمكن ممارسة السياسة من أجل تأكيد أو تأصيل مفهوم المواطنة؟ لا، المواطنة أولا وأخيرا. بمعنى إيه؟ إذا أجريت انتخابات النهاردة، من حقي ككنيسة أن أنا أشجع ولادي يروحوا يشاركوا بالتصويت. هذه مواطنة. ولكن ليس من حقي أروح أقول له روح اختار سين وسيب صاد. دي سياسة، وهذا لا تفعله الكنيسة. هذا لا تفعله الكنيسة أبدا. مهما قيل عنها لا نصنعه خالص. يعني أحيانا يقولوا في الترشيحات بتاعة البرلمان الكنيسة رشحت ده وما رشحتش ده والكلام. أنا برد رد بسيط جدا. أنا بابا الكنيسة وأنا كلهم ولادي، هياخدوا سين هياخدوا صاد، كلهم ولادي. هل تستشار؟ يعني هناك القوائم التي يتم إعدادها الآن. أحيانا المشورة بتيجي أو الاستشارة بتيجي من اللي عايزين يقدموا الترشيح. إيه رأيك يا سيدنا؟ أرشح نفسي؟ رشح يا ابني. إذا كانت الظروف العامة متاحة، مش متاحة برشد وبقول ما فيش داعي. طب هل يأتيك سؤال بشكل آخر ممن هو مسؤول عن قائمة أو غيره؟ إيه رأيك يا سيدنا؟ هل سين من الناس ده يمكن أن يكون مرشح تقبل به الكنيسة على قوائمنا؟ أستاذ عبد اللطيف، تفضل. أنا أعيش ومسؤول كأب، والأب لا يميز ابن عن ابن. دي قاعدة، ما اقدرش اميز حد عن حد ابدا. كلهم ولادي، كلهم ولادي. ويوم ما يمثلوا في البرلمان او في اي انتخابات هم ولادي مهما يكون. وهم وانا بنشتغل بدور وطني.
دي لازم تبقى واضحة ومفهومة تماما. طالما احنا دخلنا في موضوع الانتخابات، في الحقيقة خلينا نقول انه من سنة 57 اول برلمان مصري، اذا استعبرنا 57 اول برلمان مصري بعد ثورة 52، كانت هناك إشكالية تمثيل الأقباط في البرلمان. قد كانت المفاجأة مثلا بعد الانتخابات في ذلك الوقت تقريبا لم يكن هناك مسيحي واحد داخل البرلمان، وباتت هذه المسألة بشكل أو بآخر متكررة في كافة أشكال منذ الاتحاد القومي، ثم بعد ذلك مجلس الشعب ومجلس الأمة ومجلس الشعب، وحتى الانتخابات الأخيرة هناك تمثيل بسيط جدا. السؤال هو: هل تعتقد أن الطرح الذي قدم من خلال قانون الانتخابات الأخير يمكن أن يكون حل مرضي أو حل انتقالي تعتقدون أنه يمكن أن يكون مناسب في هذه المرحلة؟ بلا شك هو حل انتقالي، لكن الأمر عايز نوع من التوعية. هو أنا بختار اللي بيمثل لي في البرلمان شخص ذو كفاءة، هو مش هيمثلني بديانته، هو هيمثلني بكفاءته. فأنا لازم الوعي يبقى عام عند الناس إن أنا في الدايرة بتاعتي بحاول أختار وأقدم صوتي اللي هو يعتبر أمر في غاية الأهمية، الصوت الواحد بتاع الإنسان، إن أنا أختار الإنسان اللي على مستوى من المسؤولية اللي يقدر يخدمني. يعني مثلا هل ينفع شخص له سابقة في الإدمان يمثلني؟ إزاي يعني؟ عشان كده لما يتعمل الاختبار الصحي للشخص ده شيء مهم جدا، شيء مهم خالص. لما يتقدم إقرارات الذمة المالية الصادقة، ما ينفعش اللي يمثلني إنسان تكون إيده طويلة، وهكذا. قيس على هذا حاجات كتيرة. أعتقد أن البرلمان الناجح هو يضم كفاءات مصر. ربما أتجاسر وأقول أن ده يضم عقل وضمير وقلب مصر. بيت الشعب ده أو مجلس الشعب أو البرلمان ده اللي بيقود الحياة، يقودها قانونيا واجتماعيا وتشريعيا. طب في إطار دور الكنيسة الراعي، وفي إطار دور الكنيسة التي لا تؤثر، لا تدفع سياسيا ولا في الاختيار، ولكن هل يمكن للكنيسة أن تنصح رعاياها، تضيء لرعاياها بعض النقاط السلبية أو الإيجابية عن تيار معين، عن اتجاه معين، عن مرشح معين بشكل مباشر أو غير مباشر؟ عن البرامج العامة اللي بتطرح من خلال الأحزاب، والأحزاب هي المنوط بها أنها تعمل قوائم وتقدم مرشحين. من خلال البرامج العامة دي ممكن نحكم. البرامج نفسها بتتناقش في التلفزيون، وبقول برنامج ده برنامج طموح، ده برنامج خيالي، ده واحد بيضحك على الناس كده. يمكن الكنيسة أن تقول ذلك. ده دور وطني، ده دور وطني خالص. أنا مش بناقش ده حزب إيه ولا حزب إيه، لكن أنا بناقش المفهوم أو الخطة اللي بيقدمها لي الحزب اللي هعيش بيها في السنين اللي جاية، سنين فترة البرلمان. فطبعا ايه المانع؟ ايه المانع ان حضرتك تقعد قدام برامج التوك شو وشخص بيعرض برنامج حزب معين او اشخاص بيعرضوا وتبقى متوافق وياهم او متعارض معاهم؟ حضرتك تعمل كده وانا اعمل كده. انت تعمل كده ويمكن ان تنصح رعاياك بعد ان تستمع. الجماعة دول بيتكلموا كلام فاضي، كلام في الهوا. الجماعة دول بيتكلموا كلام علمي، كلام حاجة مدروسة. طب ايضا في نفس الاطار، اطار البرلمان واطار الانتخابات، من الوضع المشاركه خلينا اسميها لاسباب مختلفه ومتعدده على مدار عشرات السنين الماضيه منذ عام 52 كما اشرت قداستكم، هناك ما يمكن ان يطلق عليه حاله من حالات العزوف، العزله في بعض الاحيان، والاقصاء، عشان نكون برضو واضحين ونكون امناء في نقل الصوره. هل تعتقد ان الظرف الراهن هذه الملاحظات أو هذا السلوك المبني أو هذه الملاحظات المبنية على سلوك أو على وقائع مرئية ومشاهدة، هل تعتقد أن هذه النقاط أو هذه متراجعة؟ هل تعتقد أن العزلة لن تكون كما سبق؟ طبعا. إيه المقومات اللي أنت شايفها؟ أولا العزلة بعد 30 يونيو ما بقتش بنفس الدرجة، وبقى مقدار التفاعل
وانفتاح الساحة للمشاركة بقى موجود، وده شيء حلو وشيء جيد. وبقى حتى شهية بعض الأقباط أنهم رشحوا نفسهم، الشهية دي ما كانتش موجودة قبل كده فبقت موجودة النهاردة، بقى الجو العام مواتي. وأنا أشهد أن السياسة العامة بتاعت الدولة أو النظرة العامة بتاعت الدولة حتى ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والوزارة بصفة عامة بتحاول تكسر الحتة دي. مفيش عزلة، كلنا مصريين. سيادة الرئيس لما زارنا بيهنئنا بعيد الميلاد فقال أنا جاي أهني المصريين، كلنا مصريين. والتأكيد على النغمة دي، وهي النغمة الأصيلة. صحيح. هي دي النغمة الأصيلة، غيرها مش أصيل. صحيح. إنما التأكيد على دي من رأس الدولة بلا شك ده تغيير كبير. وبالتأكيد ده تغيير كبير، وواضح أن فيه تغير مهم، ولكن بيبقى أحد الأسئلة المهمة عندما تأتي بعض الأحزاب السلفية وترحب بانضمام الأقباط إليها. هذا سؤال أعتقد أنه في حاجة أيضا إلى إجابة أو موقف أو معرفة رأيكم فيه، وهذا ما سوف نستمع إليه بعد هذا الفاصل القصير.